لو حابب تشتري قريات او كلانات كلاش اوف كلانز باعلى ليفلات، فعليك بالشامي العاب موجود بافضل اسعار في السوق، وبيبيع للمتواجدين في سوريا فقط، ومضمون 100%. هسيب لكم رابط صفحة الفيسبوك بتاعي تحت في الوصف مع رقم الواتساب للتواصل، ومش تنسوا تقولوا انكم جايين من طرفي عشان تاخدوا خصم 5%. والسلام عليكم ورحمة الله يا شباب، مش اللايك واللي شاف قناة، يلا خلونا نبدأ. طبعا يا جدعان فيديو النهاردة فيديو استراتيجيات من استراتيجيات تاون 8. طبعا انا كنت نزلت فيديو قبل كده استراتيجيه الفالكري اللي انا اصلا بهجم بيها، ودي كنت تقدر تهجم تمسح بيها تاون 8 وتاون 9. تمام، بس هي طبعا يعني محتاجه لها شغل، وكان لازم تتفرج على الفيديو كامل لان هي يعني صعبه. انت ممكن تهجم على تاون 8 وما تعرفش تمسحه اساسا، وده بيحصل معايا ساعات لان ممكن تهجم غلط، تنسى ان في دعم، تنزل الفالكري في مكان غلط. انما استراتيجيه الهوج اللي معاكوا دي يعني لو هتشوفوا زي تاون 7 بالظبط، 32 هوج، 10 ويزرد، 3 هيل، 1 سم و5 هوج. طبعا الهوج يعني بقى ليفل 6 في الدعم، واتضاف لنا سم وفي تجميد في الدعم، فده برضه حاجه كويسه جدا. وطبعا الملك ليفل متطور، فده هيدينا حاجه كويسه جدا. وطبعا الهوج بيمسحوا اي تاون 8 بسهوله يعني، انما اوعى تفكر تهجم على هوج بتاون 9، او يعني لانك لو هجمت بهوج على تاون 9 في عندك كروسبو هيبهدلهم، قنابل عملاقة في 3، في عندك برج قنابل ملك وملكة، وكمان لو الدعم طلع فانت انسى، انت بتحلم انك تجيب نجمة واحدة حتى. طبعا يا جدعان في يمن بيقول لي بحبك وحبيبي يا اسطى، والله يا اسطى يعني المتابع ليا حبيبي، والله يعني بحبك جدا يا يمن، تسلم يا حبيبي. طب يا جدعان في بقى ايه وريناكم الاستراتيجيه، خلينا نخش بقى على اول هجمه ونرجع لكم على طول. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين هنا تاون 8 ماكس ما عدا الملك، مش مهم الملك كده كده، الملك ملوش لازمه يعني. فخلينا بقى الاول فين الكلان. طبعا الكلان اهو، خلينا نتاكد الاول لو في دعم او لا. طبعا هنروح جايبين نازلين هوج هنا بالظبط، مفيش دعم كويس. طبعا مفيش دعم دول سهلت علينا ان احنا نخش بالويزرد، يفضلنا المكان يعني. فانا بصراحه عايز اخش من ناحيه برج القنابل بس بلاش يعني. خلينا ننزل بالهوج بتاعنا من هنا بالظبط، ننزل ناحيه اليمين وننزل وراهم بالدعم. طبعا ننزل بالملك هنا، تمام، وراه شويه ويزرد حلوين كده بحيث ان هم ياخدوا برج القنابل. طبعا نسيت احط هيل للهوج ويعني اتبهدلنا، نسيت خالص. هنحط ملك سم الملك، مش تسألوني هنا. هيل هنا، اوكي اوكي اوكي. نحط لهم هيل تاني هنا، هنفتح للملك المكان. يعني مش محتاج التتليك كده كده فمش فارقة يعني. طبعا الملك يا جدعان فضل الناحية الشمال كلها مع الويزرد، ويعني حتى دخلوا على برج الويزرد، حاجة كويسة أوي. ويعني بقى اديله الهياكل وهيشيلوا الملك البرابرة لوحدهم شالوا الملك أصلا انا مسخرة يعني. فده شايفين يا جدعان مسحنا تاون 8 ماكس بكل سهولة، مسحنا تاون 8 في خلال دقيقة بالظبط، أو مش مسحناهم، شلنا الدفاعات كلها في خلال دقيقة، وده يعتبر مسح يعني. كده بقى اخش على الهجمة التانية وارجع لكم على طول. طبعا يا جدعان زي ما شايفين اهي الهجمة التانية، يعني تمن تمانية تقريبا شبه ماكس، هو مش مع مدافع هاون بس يعني مش مشكلة. انت شفتوا الهجمة اللي فاتت كان ماكس ومسحناه يعني. وخلينا بقى نخش عليه. طبعا تبقى هجمة سهلة جدا، بالذات ان زي ما قلت لكم مدفع الهاون بيتطور. طبعا الاول راح منزلين الهوج بتاعنا عشان يشوف لو في دعم او لا. شفتوا. تخيلوا بقى يا جدعان لو هنا انا رحت جاي منزل الهوج بتوعي كلهم، كان زمان التنين شال الهوج يعني، كان زاني رحت فيها يعني. كان نزل لهم ويزرد هنا يسحبهم، وانزل باقي الويزرد بتوعي هنا بالظبط. يا رب بس يقتلوا التنين يعني. كويس، قتلوا الدعم، حاجه كويسه اوي. خلينا نبدا بقى ننزل بالملك عادي من ناحيه الويزرد برضه، بحيث ان هو يديهم باك اب او يعني يساعدهم. خلينا ننزل بقى بالهوج بتوعنا من تحت. يعني ما اعتقدش ان انا استخدم الدعم، ملوش لازمه اوي، انت فاهم. هنستخدم له واحده تيل هنا عشان نهيله. تمام، خلينا نستخدم له واحده تيل هنا عشان الحبه دول هينفعونا اوي يعني. استخدم طاقة الملك عشان يخش على جوه، وخلاص يعني خلصت. بس زي فين اصلا الملك دخل على جوه هو الويزرد، فشالوا حاجات كتيرة من القرية، وحتى دخلوا على مدفع الهاون. فخلاص احنا مسحنا خلاص يا جدعان. فخلينا بقى اخش على الهجمة التالتة والاخيرة في الفيديو وارجع لكم على طول. طبعا يا جدعان زي شايفين معانا تاون 8 ماكس، معانا الملك فاضله 5 ليفلات وهو بيطور البيت بس ماكس الماكس يعني. طبعا خلينا الاول نشوف في دعم ولا لا. هنزلها بواحد هوج هنا بالظبط، شوف لنا لو في دعم. مفيش دعم كويس، فخلينا بقى نبدأ الأول هنخش ازاي. تمام، اعتقد انا اخش من تحت واخش بالملك والويزرد من فوق بحيث ان هما يشيلوا كام حاجة. خلينا ننزل بالهوج بتوعنا، خلينا ننزل بهوج الدعم، تمام، ونحط عنا عليهم بس عشان نديهم الهيل.
كده نحط لهم الهيل هنا وهيل هنا والسم هنا عشان نشيل الهياكل التعبانة دي. هنحط لهم هيل تاني هنا. هننزل بالملك، ننزل وراه، نفتح له المكان، ننزل براب والويزرد كلهم عشان برضه يقدروا يشيلوا كام حاجة. فننزل لهم بتجديد هنا وبس. انت شايف خلاص يعني مسحناهم و8 8 ماكس بسهولة، يعني حرفيا مسحنا، شلنا الدفاعات كلها في اقل من دقيقة، كمان في 45 ثانية شلنا الدفاعات كلها. فده ياكد لكم قد ايه الاستراتيجيه دي جامده. بس زي ما قلت لكم اوعى تهجم بيها على تاون 9، والاسباب شرحتها في اول الفيديو. فبس يا شايفين خلاص مسحنا 11 كاس، مهارات كويسه وحتى تصميمه كويس. خلي بالكم يعني لو هتلاحظوا عدد الهوج كبير نسبيا، بس انت بتهجم ب 32 هوج، وكمان في هوج الدعم، فتصميمه كويس جدا بصراحه. بس عموما برضو يعني احنا مسحناه، تقدر تمسح اي تاون 8 زي ما انت عايز يعني. وبس يا جدعان، ده كان فيديو النهارده. اتمنى الفيديو عجبك وفادك. مش تنسى اللايك والاشتراك في القناه وتنشر الفيديو في كل مكان عشان اكبر عدد من الناس يستفيد من الفيديو. والله اشوفك على خير فيديو بكره، مع السلامه.